عاجل. الجولة 28 مجنونة شوفو. والملخص في هذه الفيديو: شبيبة القبائل مهددة بالسقوط. مولودية البيض المركز الثالث. تم تعديل البطاقات بالكامل في أسفل الجدول. في نهاية اليوم 28 دارت شبيبة القبائل أسوأ عملية بينما فاز بارادو في الدقيقة الأخيرة. شبيبة القبائل التي انتزعت التعادل من فريق الأربعاء بنتيجة 1-1 بفضل ركلة جزاء من مواكي في الدقيقة 94 شهدت هبوطا في المركز الأول، لكن منافسيها المباشرين فازوا جميعا. ودفع شبيبة القبائل ثمن الانتصارات المنتظرة بسكرة 3-0 على تشيلغوم الأعيد وإنسي مجرى 2-0 ضد خنشلة، وأيضا فوز الشلف 3-2 ضد شباب قسنطينة. بارادو من جهته الذي انتصر بفارق ضئيل في بشار على شبيبة الساورة بفضل هدف بوزيدا في الدقيقة 89 تجنب بصعوبة أن يجد نفسه في خطر مرة أخرى. في صدارة الترتيب وجد مولودية الجزائر ومولودية البيض نفسيهما وحيدين في المركز الثالث بعد انتصارهما على مولودية الجزائر 1-0 وعلى سطيف 1-2. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة.